هي ليه امريكا بتدعم الكيان الصهيوني بكل قوه؟ الاجابه ببساطه في منظمه ايبك. لو ما سمعتش عنها قبل كده فخليك معايا وانا هقول لك. انا مصطفى الغريب وده سؤال. منظمه ايبك هي واحده من اكبر وابرز مجموعات الضغط اللي هي اللوبيات في الولايات المتحده، وبتشتغل على انها تزود مكانه دوله الاحتلال في مؤسسات الحكم اللي هي البيت الابيض والكونجرس وكمان البلديات والولايات. ايبك هي اختصار للجنه الشؤون العامه الامريكيه الاسرائيليه، بدات في الخمسينيات بمبادره سر يهودي امريكي في عهد الرئيس الامريكي ايزنهاور، وكانت منظمه صغيره ليها مقر متواضع في واشنطن، وتحولت خلال سنين لمنظمه عملاقه فيها اكثر من 100,000 عضو. المنظمه دي بتقول على موقعها الالكتروني انها فضلت اكثر من نص قرن بتحافظ على امن اسرائيل والمساعده على بقائها قويه، وايبك كمان بيتبعها اكتر من 70 منظمه. المؤسسه ليها اهداف كتيره من اهمها ضمان مسانده البيت الابيض لدوله الاحتلال، ومن ابرز الحاجات دي استخدام الفيتو الامريكي ضد اي قرار في الامم المتحده ضد اسرائيل، وده شفناه بعينينا كتير. وكمان بيراقبوا عمليات التصويت جوه الكونجرس الامريكي والاشراف على اعداد القاده اللي احتمال يحكموا امريكا من الاجيال الجديده، وضمان انهم يكونوا موالين لاسرائيل. دول كمان بيمولوا حملات المرشحين في الانتخابات الامريكيه. ايبك ليها نفوذ كبير وسط دوائر صنع القرار الامريكي، ونقدر نقول انها هي اللي بتصنع القرار. علشان كده بنلاقي دايما ان اكبر المسؤولين الامريكيين بيكونوا حريصين على حضور مؤتمرات. ولو تفتكروا رئيس وزراء دوله الاحتلال نتنياهو كان ليه تصريح شهير قبل كده بيقول فيه ان امريكا شيء يمكن تحريكه بسهوله لنحركها في الطريق الصحيح ولن تقف في طريقنا. يعني يا جماعه ببساطه كده اللي مستني اي تحرك من امريكا ضد اي حاجه في اسرائيل ينسى. يعني على بلاطه كده اسرائيل اللي بتحرك امريكا. سلام.